السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبعا كلنا اتفرجنا على مباراة نادي الزمالك ونادي بتروجيت اللي انتهت بالتعادل الإيجابي ما بين الزمالك ونادي بتروجيت 1-1 لهدف من كل فريق. واتضح يا جماعة دلوقتي إن مش النادي الأهلي بس اللي بيعرف يعمل ذا ماستر أوف سسبنس، أصبح إن الزمالك أيضا هو ذا ماستر أوف سسبنس بعد هدف القاتل اللي سجله بتروجيت في الدقيقة 93، ويسجل الزمالك بعدها ب 15 ثانية هدف التعديل قبل نهاية المباراة بدقيقتين فقط على نهاية المباراة. وهنا أنا مبسوط وسعيد بالأداء السيء اللي بيمر الزمالك بلا روح، الزمالك بلا مبسوط جدا جدا بالكلام ده. مبسوط جدا ليه؟ واحد، الحمد لله رب العالمين ان كل لعيب كان واخد مقلب في نفسه وكان ربنا موفقه في نقطة معينة بان على حقيقته. امثلة احمد سيد زيزو وغيره من اللاعبين. وطبعا هو ده اللي احنا شفناه النهارده في المباراة. اولا كده الاهلي كسبان الاسماعيلي 4-0 ولسه مسجل هدف الرابع حالا دلوقتي. يعني الاهلي كل اللي ناقصه انه يجيب رجول لعيبه الاسماعيلي ويمدهم على رجلهم تك تك تك. يا جماعه مش عارف الاهلي يعني بسم الله ما شاء الله الله اكبر، مش عايزين نحسد. وانا اللي كنت بقول ان الاهلي النهارده كان ممكن ان هو يتعادل او يخسر زي ما الهياف بتوع الزمالك اتعادلوا في اخر دقيقه والزمالك يلعب الاهلي، وكنت متخيل ان الزمالك ممكن يكسب الاهلي. جمهور الاسماعيلي الاربعه خمسه اللي قاعدين حبه وحبه هيعيطوا. يا جماعه اي حد مستني ان الاهلي يقع كده خلاص، كده الاهلي خلاص، كده اي نادي هيفقد نقط خلاص كده كل سنه وانت طيب. الاهلي مسك كده خلاص، الاهلي يمسك في الصداره خلاص. 4-0 ده مع الرأفه. حسين الشحات ضيع جول. وتعالى بقى يا امامي عاشور، انا عايز اقول حاجه. امامي عاشور يا جماعه سجل الهدف الثاني وعمل اسيست الهدف الثالث لحسين الشحات. يا جماعه امام عاشور دلوقتي ما عادش اي حد، يعني انت كده لما تيجي تتفرج على الماتش اعرف جيدا ان امام عاشور هيسجل جول. بسم الله الرحمن الرحيم. الاهلي يلعب النهارده، الاهلي كسب 1-0، امام عاشور اللي مسجل هدف. انا اول ما الاهلي سجل الهدف الاول اللي سجله مروان عطيه من ركله الجزاء انا قلت امام عاشور هو اللي سجل هدف. انا بفتح الماتش يا جماعه في الدقيقه 10 لقيت الاهلي كسب 1-0، قلت بس يبقى امام هو اللي جابه. فهو ده الاهلي، هو ده الاهلي. ما بالك بقى لما يجي يلعب الزمالك، لما يجي يلعب الزمالك الماتش ان شاء الله اللي هو بتاع يوم 22/2 الاهلي كسبان الاسماعيلي 4-0 4-0 ولسه في الدقيقه 88 ممكن فرصه للهدف الخامس. الاهلي بيظهر بنيو لوك جديد. ما بالك انت لسه ما فيش تريزيجيه، لسه ما فيش اشرف بن شرقي، ده لسه الصفقات اللولبيه التاريخيه بتاعت الاهلي. بس ده الاهلي وده الطبيعي اللي يحصل، ده الطبيعي يحصل. نادي هيشارك في كاس العالم للانديه، نادي بينافس على بطوله الدوري وان شاء الله ممكن يكسب بطوله الدوري. هو ده الاهلي. يمرض ولا يموت، وفتره المرض بتكون قصيره جدا. ليه؟ لان في اداره، ليه؟ لان في جهاز فني. السناد الاهلي المفروض ان هو يسجل ولكن ضاع. الاسماعيلي ما جاش النهارده، الاسماعيلي ما جاش استاد برج العرب، ما راحش اسكندريه النهارده. لا اداء ولا لاعب ولا اي حاجه خالص. بادئين الماتش خايفين من الاهلي، يمكن يكون لاعب الماتش اصلا بتاع الزمالك احسن بكتير جدا من ماتش الاهلي. فاي حد متخيل ان ممكن الاهلي يقع او يفقد نقاط في الدور الاول مع بدايه الدور الثاني انساه. الاهلي تعادل 5 ماتشات في الدوري، فرصه جت للزمالك مره واثنين وثلاثه واربعه، ولكن الزمالك يهدر الفرص وخلاص. لو انت مفكر ان الاهلي ممكن يقع تاني يبقى بتحلم. بس بجد يا جماعه والله انا حزين جدا وزعلان جدا على الاستسلام اللي الاسماعيلي عامله مع الاهلي من اول الماتش. الاسماعيلي نازل الماتش بيلاعب النادي الاهلي وهو مستسلم. ايه يا جماعه ده؟ يعني لما مودرن سبورت لاعب الاهلي عمل اداء احسن من كده، اللي هو ال 18 في الدوري الاخير في الدوري. مفيش فرقه في الدوري لعبت الاهلي من بدايه السيزون حتى نهايته لعبت بالمنظر والاداء اللي لعبه النادي الاسماعيلي ده. ايه يا جماعه ده؟ ايه يا جماعه ده؟ ايه يا جماعه عدم الجرأه والخوف الرهيب. مفيش هجمه توحد الله. يمكن تكون كره وحيده لنادي الاسماعيلي وما كانتش مباشره على المرمى. الاهلي النهارده تيجي له ركلتين جزاء يسجل واحده ويضيع واحده. حسين الشحات اهدر فرص كتيره جدا ولكن سجل في الاخر وكور في العارضه. فالاسماعيلي مستسلم. هو ده الاسماعيلي، هو ده الاسماعيلي اللي هو كان من افضل 3 أو 4 انديه في الدوري المصري الممتاز. لا موقف محزن. الاسماعيلي لعب مع الزمالك افضل بكتير ولكن بدون شخصيه. ما عندهم، هم مش عارفين قيمه اللي هم لابسينه ده. يأس شديد واستسلام شديد النهارده امام النادي الاهلي تنتج عنها نتيجه فوز الاهلي على الاسماعيلي 4-0
وما زال البحر بيحب الزيادة. ودي كانت نهاية حلقتنا النهاردة، اشوفكم على خير ان شاء الله بإذن الله. ربنا يسترها بقى على ماتش القمة، لأن الأهلي هاج وماج. كان معكم كابتن مصر، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.